اهلا بكم في نادي الزمالك لإلهاء الشعب المصري. طبعا مسرحيه بتحصل في نادي الزمالك للاسف بقياده وزير الرياضه. طبعا تم تعيين العناني اهلاوي 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 لقياده اللجنه التنفيذيه لنادي الزمالك حتى موعد الانتخابات اللي تم فتح باب الترشح من يوم 4 ليوم 10/9، والانتخابات ان شاء الله هتكون يوم 20/10 يوم 20 اكتوبر. ولكن طبعا عبث بيحصل في نادي الزمالك. كان في راجل زملكاوي شغال عشان خاطر الزمالك، وتم تغييره بقرار من مرتضى منصور. تم تغيير اللواء حسن موسى بقرار من مرتضى منصور. حد حصل طلع من وزارة الشباب والرياضة قال لك الراجل ده جه ليه ومشي ليه؟ حتى أوسيريو مهدد. أوسيريو قال لك أول مرة أشوف التخبط الإداري اللي بيحصل دوت إزاي في ظرف أسبوع يتم تغيير لجنة، والكلام اللي أنا متفق بيه مع الراجل دوت هيتنفذ إمتى؟ وقال لعبد الواحد السيد كده لو الطلبات بتاعتي ما تمش تنفيذها قبل بداية فترة الإعداد أنا هقدم استقالتي أنا وطبعا كل المساعدين اللي معايا. عبث بيحصل داخل نادي الزمالك للأسف. الناس دي بتدمر الزمالك عن عمد. فين الناس المحبين؟ فين الزملكاويه اللي كان بيقول لك احنا بنحب الزمالك؟ حد طلع اتدخل؟ حد اعترض على قرار تعيين البناني الاهلاوي اللي بيدير نادي الزمالك دلوقتي؟ فين ابناء الزمالك؟ فين كوادر الزمالك؟ فين الناس الزملكاويه اللي كانوا بيقولوا مرتضى منصور بيدمر الزمالك؟ طب انت دلوقتي فرحان وفي اهلاوي بيدير الزمالك محدش اتدخل ولا حد له موقف، ولا انتوا ما بتظهروش الا وقت الانتصار بس تاخدوا اللقطه وبعد كده تختفوا؟ فين الناس؟ فين حسين لبيب؟ فين احمد سليمان؟ فين الناس اللي كانت بتتخانق على الكرسي؟ فين الناس اللي كانت بتحجز على ارصده النادي؟ فين ممدوح عباس؟ فين الناس دي لما يسيبوا اهلاوي يقود نادي الزمالك؟ وفي كلام كتير ان هو هيوافق على تقسيط غرامه كهرباء. زي ما قلنا غرامه كهرباء دي تقسيطها خط احمر. الراجل ده لو عدى الخط الاحمر فالموضوع هيكبر وهيحصل مشاكل كتير من الجمهور، وجمهور الزمالك مش هيقدر يستحمل اكتر من كده. للاسف انت بتدمر فيا وانا في بدايه الموسم لا عارف اعمل معسكر اعداد زي الناس، ولا عارف اجيب صفقات، ولا عارف افك القيد. طب الراجل اللي كان اقترب ان هو يحل المشاكل دي انت بتمشيه ليه؟ يعني الراجل كان اقترب ان هو يحل مشكله القيد، وكان اقترب ان هو يفك الحجز عن ارصده النادي، وكان اقترب كمان ان هو ممكن يتعاقد مع لعيبه وهيجيب صفقات وقعد مع المدير الفني، فانت بتمشيه في لحظه عشان خاطر مرتضى منصور امرك ان انت ترجعه تشيله؟ ماشي. وكل رجاله مرتضى منصور اللي الراجل منعها من دخول النادي رجعت تاني نادي الزمالك. وفي كلام كتير ان مرتضى منصور دلوقتي بيحاول ان هو يخلص القضيه بتاعته علشان يخش انتخابات الزمالك على نظافه من الاخر كده، ويحصل طعن ويشيلوا المجلس ويشيلوا مرتضى منصور، ونفضل في الفيلم والدوامه ده لاخر العمر. انا نفسي اعرف الدوامه ده هتخلص امتى، او الفيلم ده هيخلص امتى؟ فيلم المجالس والحل والرجوع ده هيخلص امتى؟ وليه ما بيحصلش كده الا في نادي الزمالك؟ ليه ما بيحصلش كده الا في نادي الزمالك؟ انا مش عاوز، انا عاوز اعرف فين الزملكاويه اللي كانوا بيقولوا احنا بنحب الزمالك احنا بنموت في الزمالك؟ ما حد يتدخل يحل القيد عشان الزمالك يجيب صفقات، او على الاقل يأيد صفقاته، او على الاقل يعني ننافس على الاقل في الموسم الجديد. انما للاسف انت جايب واحد اهلاوي معروف عنه ان هو اهلاوي وكان بيتريق على الزمالك وكان بينزل تريقه على الزمالك ان هو يمسك نادي الزمالك في وقت حرج، وقت كله الجمهور خايف. انت دلوقتي بتستفز جمهور الزمالك، انت كوزاره الشباب والرياضه بتستفز جمهور الزمالك عشان خاطر مين؟ مرتضى منصور مش قدم استقالته واتعزل والمجلس بتاعه قدم استقالته. طب انت بترجع الناس بتاعته ليه؟ في مخالفات كلنا عارفين ان في مخالفات، ولكن انت جايب واحد علشان ان هو ما يفتحش في القديم دلوقتي، ولا في ايه بالظبط؟ ولا انت خايف على راجوز اللي كان بيدير الزمالك؟ ماشي، وانت كنت بتساعده على هلاقي الشعب فخايف ان هو ينكشف فضايحه، فانت بتشيل الراجل اللي كان جاي بيبتدي على نظافه وكل جمهور الزمالك كان في ظهره. دلوقتي كل جمهور الزمالك في حاله غضب شديد على السوشيال ميديا، وطبعا اللي بيحصل ده استفزاز لجمهور الزمالك. فين الناس اللي كانت بتقول احنا بنحب الزمالك؟ فين رجال الاعمال الزملكاويه؟ فين الناس اللي كانت بتقول لك انا هعمل وهسوي بس لما مرتضى منصور يمشي؟ مرتضى منصور مشي. طب دلوقتي الزمالك عاوز اولاده. فين الكوادر بتاعه الزمالك عشان تلحق الزمالك؟ بدل ما وزير الرياضه يجيب لنا واحد اهلاوي يدير النادي، المره الجايه هاتوا سيد عبد الحفيظ او عادل القيعي يدير النادي افضل ما تجيب لي واحد اهلاوي ماشي يدير. يعني انا مش فاهم في ايه اللي بيحصل في الزمالك صراحه، لان اللي بيحصل ده عبث. لما انت نادي الزمالك نادي كبير وعنده جمهور كبير وعنده ناس كبيره وعنده رموز كبيره وعنده كوادر كتير، ان انت تجيب لي واحد اهلاوي يدير نادي الزمالك. للاسف حاله عبث واستمرار مسلسل تدمير الزمالك للاسف مستمر، ومحدش عارف لحد امتى او هيخلص امتى. ماشي، اشرف صبحي وزير الرياضه اكتر واحد دمر وخرب في الزمالك. ماشي، احنا لو في بلد بتحاسب الناس على الاخطاء بتاعتها دي كان الراجل ده اتشال من زمان، الراجل ده كان تم تغييره من زمان، ولكن للاسف عبث بيحصل وتدمير عن عمد بيحصل عشان
خاطر ناس ترضى. ماشي. الناحيه الثانيه بيعمل لي هرم بطولات، ورايح يعمل لي معسكر في النمسا وفلوس وصفقه موليكا ب5 مليون، وجاب امام عاشور ورضا سليم ب5 مليون، واحنا مش عارفين نجمع $1 مليون ندفع غرامه شيكابالا. ماشي. وتقول لي ويجي واحد يقول لك منافسه وقطبين. قطبين ايه؟ انا بعافر عشان اطلع العب ماتش، ماشي، عشان اكسب بطوله بكون ميت يعني، بحفر في الصخر، ونادي تاني مرفه وكل حاجه متوفره له، تمام، ولما يتعادل ماتش يقول لك بالتحكيم. ماشي. حاجه عبث بيحصل في الدوري المصري، وحاجه يعني خلاص كل الناس عرفت ان اللي بيحصل ده مستحيل يحصل في اي حته في العالم غير في مصر.